السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله كلكم تكونوا بخير. اخواني واخواتي خارج المغرب وداخل المغرب، يا ربي تكونوا في صحه جيده، لان الصحه هي كل شيء. اليوم غنشارك معكم الكفته ديال السرديل كواري، وهادو هما المقادير ديالها. هنا عندنا 2 كيلو ونص ديال السرديل اللي نقيناه، غسلناه ونقيناه وطحناه في الهاشوار. هنا عندي القزبر ومعدنوس، وعندي حامضه اللي درتها طرنشيات وحيدت ليها النواه. هنا عندنا العويدات ديال القزبر اللي غنفرشوا في الطاجين، وعندنا حارات. هنا عندنا كمون، تحميره، الملحه، الابزار والخرقوم. عندي هنا الفلفله الوان اللي غادي غير نصوطيوها في الزيت وغنزينوا بها. وهنا كاين الزيتون، كاينه الثومه ومطيشه ديال الحك وصلصه، وعندنا الهريسه. هنا كاين الزيت البلديه بين الزيت البلديه والزيت العاديه، وبيضه اللي نجمعوا بها الكفته، عفوا اللي غنجمعوا بها الكفته. وهنا عندنا مطيشه اللي كنا غليناها وحيدنا ليها الماء ديالها والزريعه وطحناها. دابا غادي نصايبوا الكفته ديال السردين، غنضيفوا عليها التوابل ديالنا والعطريه، وغنخليو النص اللي غنديروا في المرق. قزبر ومعدنوس راه كنزعموا فيه، لان الحوت او السردين كيبغي شويه ديال القزبر ومعدنوس. كنضيفوا نص كاس ديال الزيت وكنخليو نص نديرو في المرق. كنديروا البيضه باش تجمع لينا الكفته ديالنا باش ما دابا كنخدموا الكفته، كتدخل مع التوابل وصبر ومعدنوس وديك البيضه باش ما تفكش معنا الكفته. هذيك البيضه كتخليها مجموعه. دابا كنكوروا السرديل الكفته ديالو على هذا الشكل، نديروا كويرات. الزيت في الطاجين ونديروه يسخن، كنديروا شويه ديال الثومه بعد ما تنسم لينا الزيت اللي درنا بالثومه. دابا غنضيفوا عليه مطيشه اللي حكينا. دابا غنضيفوا مطيشه ديال الحك، وغنضيفوا هذوك التوابل اللي بقاو لينا. بعد ما غلات لينا المطيشه ديالنا، دابا غنفرشوا العويدات ديال القزبر. غنستفوا عليهم الكفته. هاد الطاجين راه اختي اللي مشاركه معكم، لان هاد الطاجين من يدا كيجي لذيذ وكيجي زوين وكلشي كيعجبو، لان الناس كلشي كيعرفوا الطريقه ديال سرديل الكفته وكواري في الطاجين، اما كله الطريقه ديالو او كله اللمسه ديالو. حنا كيعجبنا هاد الطاجين ديال اختي، بغيت تشاركوا معكم في الطريقه ديالها. بعد ما ستفنا الكواري ديال السرديل، دابا غنضيفوا داك الزيت من الفوق، لان درنا نص الثومه باش تنسم لينا. قزبر ومعدنوس غنضيفوا داك اللي خلينا. هادو دوك ديال الحامض الشراحي ديالو. كنضيفوا ربع كاس ديال الماء. وغنضيفوا الفلفل الالوان،
والزيتون في النهائي بعد ما غسلناه من الملحه. نتمنى من الله طريقه اختي تعجبكم. طاجين كواري ديال سردين. هذه هي الفلفله اللي غنصوصوها بالزيت، هي اللي غتزينوا بها طاجين. هذا هو الطاجين ديال الكواري ديال السردين اللي شاركنا معكم. راه كيجي لذيذ، غير جربوه. هاد الطريقه ما غاديش نندموا عليها. بالصحه والراحه.